السلام عليكم، معكم مروز كيك، واليوم بنسوي ميرينج الفستق. الميرينج من الحلويات اللي دائما تعطينا شكل فخم وسهل في نفس الوقت. تابعوا معاي الخطوات. أول شي نجهز الفستق. اليوم استخدمت فستق غير مملح، حطيته في الخلاط لمدة 5 دقائق وأقل، يعتمد على قوة الخلاط عندكم. وكل شوي كنت أبنده وأرد أشغله وأتأكد إنه ما اعتجن. نحتاجه ناعم لكن ما نحتاجه إنه يكون أوفر ناعم أو أوفر عجين، لأن كثرة الخلط تطلع الزيوت اللي في الفستق، فما نبغى نوصل لهذه المرحلة. بعدها نروح نجهز الميرينج في الخلاط، نخلي بياض بيض ونبدأ نخفقه على سرعة متوسطة. لما يبدأ يطلع رغوة خفيفة نضيف السكر بالتدريج مو مرة واحدة، ونزيد السرعة شوي شوي. كل ما نضيف سكر يبدأ الخليط يصير عندنا أثقل ولماعة أكثر ومتماسك. نكمل خفق حتى يصير عندنا ميرينج لامع، وراح تلاحظون إن لونه قاعد يصير أبيض ناصع مع الوقت. وكل ما نخفق أكثر يبدأ الشكل يتكون أكثر، خصوصا في جوانب الوعاء. ولما نسكر على الماكينة ونرفع المضرب نشوف إنه صار منقار خشن، اللي هو إن القمة تكون ثابتة لكن الطرف منحني خفيف جدا، مو واقف واجد ولا سايح. هذه المرحلة المثالية للميرينج. الحين نضيف الفستق المطحون على الميرينج، بس قبل ما نخلط الكمية كلها أحب أستخدم حركة بسيطة تساعدني أخلط بدون ما يهبط عندي. أقسم الخليط الأول وأخذ كمية صغيرة من الميرينج وأضيفها على الفستق، وأخلطهم مع بعض شوي شوي علشان يصير قوام الفستق أخف ويتجانس أسهل. وبعدها أرجع أضيفه مع باقي الميرينج، ومثل ما تلاحظون أخلط بلطف بحركة خفيفة من تحت لفوق بضغط بسيط جدا. ما أبغي أبالغ في الخلط علشان ما يهبط عندي في الفرن، والهدف إنه بس يتجانس الخليط مو أكثر. والحين عندي الكمية اللي خلطناها في البداية اللي فيها فستق مع ميرينج، أضيفها مع باقي الميرينج الأبيض بهدوء، وأبدأ أخلط شوي شوي. استخدمت ملعقة سيليكون وأخلط بحركة خفيفة من تحت إلى فوق علشان نحافظ على الهواء اللي داخل الخليط. وحاولوا إن ما تخلطون بسرعة، أهم شي إن الحركة تكون ناعمة وبسيطة. وأكمل خلط حتى أحصل على لون موحد وخليط ناعم بس خفيف وهش، وكذي نعرف إن الميرينج صار جاهز. وبعدها أبدأ أجهز كيس التزيين اللي هو بايبينج باج، وما استخدمت فيه أي قمع من تحت أو أي رأس، استخدمته سادة، لكن ممكن تستخدمون أي شكل تحبونه. وأبدأ أنزل فيه الخليط بانتباه إن ما أطلع أي هوا برا، وأبدأ أشكل الميرينج على الصينية فيها ورق زبدة. وحاولت قد ما أقدر أن أخلي الأحجام كلها متقاربة عشان تستوي كلها في نفس الوقت. وللتزيين استخدمت فستق مجروش، خليتها من فوق، وبعدها دخلتها الفرن على حرارة منخفضة من 90 إلى 100 لمدة نص ساعة إلى 40 دقيقة على حسب الفرن اللي عندكم. بعد ما نطلع من الفرن خليه يبرد تماما قبل ما نحركه، لأن الميرينج يكون جدا هش وهو حار، ولما يبرد يصير مقرمش وصوته فيه قرمشة. جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم في التعليقات. لا تنسون تسوون لايك وتشتركون في القناة عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، وأشوفكم في الفيديو الجاي.